بكيلو دقيق بس هتغديهم بيتزا وتعملي لهم ميني بيتزا للمدارس وتخزني منها في الفريزر كمان. بجد من ابسط واسهل المعجنات اللي ممكن تعمليها في البيت، وهيطلع لك شغل احسن من افخم المطاعم بتاعه البيتزا. وكمان هعمل لك صوص ينافس اكبر المطاعم، هتاكليها كأنك جايباها من هات او كينج او اي مطعم بيتزا انتي بتثقي فيه وعايزه تجيبي منه على طول. وكمان الميني بيتزا هنعملها باشكال جميله كده الاطفال يحبوها. وشوفي بقى معانا المطه بتاعه الجبنه دي، هعرفك تعملي فيها ايه عشان تطلعيها بنفس المنظر دوت. تسويه ممتازه وكمان سمك جميل جدا وطعم رهيب. والاجمل من ده كله انها من عمايل ايدك، بجد حاجه كده نظافه وجمال وحلاوه مفيش احسن من كده. بس قبل ما نعرف احنا عملنا الطعامه دي ازاي، ما تنسيش السبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو ما تعرفينيش فانا دعاء زين، ودي قناتي المتواضعه اللي هتتشرف بيكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله هنعمل البيتزا والميني بيتزا بنفس العجينه بطريقه ممتازه وسهله وسريعه ان شاء الله. معايا في الفيديو خطوه بخطوه وان شاء الله هتعجبك. في الاول سميت اللي جبت العجان بتاعي، ولو هتعجني على ايدك مفيش اي مشكله خالص. حطيت كيلو دقيق متعدد الاستخدامات منخول طبعا، ونزلت عليه بمعلقه صغيره ملح اللي هي 5 جرام، و2 معلقه كبيره سكر اللي هي 25 جرام، ومعلقتين كبار خميره 20 جرام. وكمان نزلت عليهم بربع كوبايه لبن بودر بالظبط 30 جرام على الميزان، وانا بصراحه ما بستغناش عنهم في البيتزا بالزيت. وعلى طول معلقه كبيره بيكنج باودر اللي هي برضو 10 جرام. وهنقلب المكونات الناشفه كده مع بعضها، ونجيب علبه زبادي. دي زبادي انا عاملاها في البيت تقريبا 200 جرام زبادي. وطبعا لو انت هتجيبي من بره هاتي العلبتين الصغيرين، العلبه 105 جرام تقريبا، يبقى تحطي 210 مفيش اي مشكله. حطيت الزبادي، سيبي الكوبايه هنعاير بيها الميه. واهم حاجه معانا هنا معلقتين كبار خل علشان يظبطوا لنا العجينه كده ويخلوها هشه وجميله معاكي كده مش مكتومه. هاتي بقى كوبايه ميه فتره كده 240 ملي. وطبعا لما بقول كوبايه او معلقه فهي الكوبايات والمعالق المعياريه طبعا علشان يبقى حاجه موحده احنا كلنا بنشتغل بيها. شغلت العجان وهبدا انزل الميه معايا حبه حبه، ما تنزليهمش الكوبايتين كلهم، هتستني كده شويه بشويه وتنزلي لغايه ما العجينه تلم معاكي ويبقى ملمسها جميل. انا لقيتها لسه عايزه، ما خلصتش الكوبايتين لسه طبعا. وطبعا انتي عينك على عجينه وعارفه طبعا العجينه المظبوطه بتبقى عامله ازاي. انا الدقيق بتاعي اخد بالظبط كوبايتين الا معلقه. وبقى بالمنظر انت شايفاه قدامك عجينه طريه ما بتلزقش في الايد، بس طريه اطرى من اللبانه في نفس الوقت. لسه طبعا ما اتعجنتش وما شاء الله زي الفل. يجي بقى المكون اللي هيظبط لنا كل اللي احنا حطيناه ده، ربع كوبايه زيت اللي هي تقريبا 50 جرام. ونشغل العجان بقى، وما تخافيش لما تحط زيت العجينه بتفرط منك او بتتفتفت بتلم نفسها تاني. 5 دقايق من بعد ما العجينه تلم نفسها وتطلع معاكي زي الفل زي ما انت شايفه كده. عجينه ناعمه وطريه وجميله وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدك، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. في نفس العجان اللي انا عملت فيه حطيت شويه زيت وعليها كمان من فوق رشه زيت وظبطتها بايدي كده، وهسيبها تخمر حوالي نص ساعه بالظبط. وتعالي بقى نعمل الصوص بتاع البيتزا اللي من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها. معلقتين زيت ومعلقتين زيت مفروم توم، بقلبهم على النار. واوعي تدي للتوم لون، خليه ابيض زي ما هو كده. اول ما تطلع ريحته انزلي عليه ببرطمان صلصه عاملاها في البيت، شارياها جاهزه. دي برطمان صلصه انا عاملاها في البيت. طبعا هسيبلك فيديو الصلصه او تخزين الطماطم في اخر الفيديو دوت. والله بتقعد ب3 شهور في التلاجة تحت ما يحصلهاش اي حاجه ابدا. ونقلب كده تقليبه سريعه، ونحط عليهم نص معلقه ملح وربع معلقه فلفل. وطبعا النار شغاله معانا هاديه شويه. نجيب بقى نص كوبايه ميه مغليه ونقلب كده علشان احنا عايزينها تدي غلوتين كده مع بعض بحيث ان الصوص يظبط معاكي. وكمان لسه هننزل عليها شويه بهارات كده. معايا هنا نص معلقه توم باودر، وزيها كمان نص معلقه بصل باودر. نديها تقليبه حلوه كده وخلاص. يعني اول ما تاخد الغلوتين كده حلوين هنجيب معلقه كبيره زعتر نفركهم كده ما بين ايدينا وننزل على الصوص. خلاص كده انا بالنسبه لي الصوص سمكه كده جميل وزي الفل. نطفي النار ونحط معلقتين صغيرين عسل نحل، وده اللي هيظبط لنا الطعم.
ما عندكيش عسل نحل حطي بدلهم سكر، مفيش اي مشكلة. كده خلاص الصوص جاهز وزي الفل. تعالي بقى نشوف العجينة، ما شاء الله خمرت وضعفت بطريقة فظيعة. تعالي بقى نهبط العجينة كده ونفردها مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل فيها. انا طبعا هعمل بيتزا وميني بيتزا، فانا طبعا هعمل لكم البيتزا الاول صينية واحدة بس، مش هعمل كل الكمية اللي انا هعملها. هنا معايا خدت عجينة حوالي مثلا 300 او 350 جرام علشان احطها في صينيه مقاس 30 اللي هي اكبر صينيه في صواني البيتزا. ونسيت اقولك من اول ما تهبطي الخميره شغلي الفرن على طول على اعلى درجه حراره. وشوفي بقى اهم خطوه في فرد العجين، لازم تحطي دقيق كده بقلب جامد قبل ما تفردي العجينه، علشان هو ده اللي هيخلي تسويه العجينه من تحت مظبوطه ومش هتلزق في الصينيه ابدا. هنفرد بقى، وعلشان نفرد دايره لازم نشيل العجينه ونحطها كذا مره كده بحيث ان هي تاخد شكل الدايره من كل النواحي. وسمك العجينه كمان نص سنتي، ما تزوديش عن كده عشان تطلع جميله وطعمها حلو ومميز كمان. صينيه 30 رشيتها برشه زيت وهثبت فيها العجينه بالراحه كده، سكنيها بايدك بالراحه، وعلى طول هاتي شوكه او عصايه شيش او اي حاجه تخرمي بيها العجينه. ولازم في البيتزا الكبيره لازم نخرم العجينه. وصوص البيتزا بقى التحفه ولا ريحته بقى اللي تجيب لاخر الشارع جاهز معانا وزي الفل، وبيكون بارد مش سخن. فردته على العجينه كويس وما بجيبش على الاحرف علشان ما بهدلش الصينيه معايا والاحرف ما تنشفش معايا زياده عن اللزوم. معلقه كبيره كده جبنه موتزاريلا بحطها تحت الحشو، طبعا زي ما عملت في كريب البيتزا الترند اللي لسه نازل من شهر كده. وهسيبلك كمان الفيديو في علامه الاي وتقدري ترجعي تشوفيه على القناه. فلفل مكعبات اخضر او الوان او اي حاجه انت عايزاها، وعلى طول افرديها على العجينة. ومعايا هنا بقى شرايح فراخ، دي صدر فرخة متشوح في بصلة كده حلوة، ومعاها بهارات فراخ وملح وفلفل، وعلى طول الزيتون. وطبعا على الفرن اوعي تستني، ما بسيبهاش تخمر خالص، الجو حر وعبال ما بشتغل فيها بكون خمرت لوحدها. دخلتها الفرن على درجة حرارة، الرف بنزله اقرب حاجة للارضية، وخلي بالك منها عشان هي 10 دقايق وهتستوي. ويلا نكمل بقى. هنا هنعمل الميني بيتزا. الميني بيتزا عايزة سمكها بقى يكون برضو نص سنتي زي البيتزا بالظبط، ما تزوديش. انا بحبش الميني بيتزا تكون عاملة زي العيش كده وتخينة، لا ده احنا عايزينها حاجة كده جميلة ولذيذة وطعمها مميز وحلو. هنا بالظبط كان عدى 10 دقايق، برج الصينية كده بتتحرك معايا البيتزا فيها، يبقى خلاص دخلت في السوا من تحت وخدت لون كمان. حطت لها الجبنة الميكس، انا بستخدم نوعين جبنه، بستخدم ميكس على بعضها وموتزاريلا، فانا الميكس برشه كده رشه وبدخلها الفرن تاني. وهقولك هنعمل ايه دلوقتي، بس تعالي نقطع الميني بيتزا. وطبعا اول ما نفردها بتستني شويه كده، ما تقطعيش على طول علشان العجينه ترتاح، علشان تقطعي الدايره تطلع دايره والمستطيل مستطيل وتبقى حلوه ما تكشش معاكي كده مع التقطيع. ودي خطوه طبعا مهمه جدا لازم تعمليها. برضو صينية او اي حاجة اللي هتخبزي فيها بقى رشة زيت وتحطي عليها العجين. خلاص كده ما شاء الله البيتزاية اللي في الفرن اخدت لون من تحت جميل. بس انا طبعا معرفتش اوريهولكوا، هحط بقى الموتزاريلا على الوش. بوزع كمية موتزاريلا حلوة كده حوالي مثلا 100 جرام 150 جرام على حسب ما انت عايزة. بوزعهم توزيعة حلوة وبسيبها بالظبط دقيقتين وهتطلعيها زي ما هتشوفي دلوقتي. وهنا كمان كنت قطعت على حاجات على شكل دوناتس، اي قطعه مدوره وعلى طول بام اعمليها من النص، او لو عندك قطعه دوناتس جاهزه زي اللي عملنا بيها دوناتس كنافه وهسيبلك الفيديو ان شاء الله. تعالي نشوف بقى القمر دي عملت ايه. تقريبا اخدت معايا في الفرن ربع ساعه بالظبط وطلعت لي بالمنظر التحفه دوت. ما شاء الله مطه رهيبه وتحميره فظيعه وطراوه برضو حلوه، فيها شويه كراست كده وشويه طراوه، الاتنين مع بعض تحفه بجد ولا طعمها رهيب. وبالذات بقى في البيتزا كل ما تختاري نوع جبنة حلو كل ما تطلع لك طعم روعة. وطبعا الاساس في العجينة والصوص من الاول. الميني بيتزا معايا هي دوبك قطعتها وحط عليها التوبنج بتاعها. وطبعا التوبنج بقى ليكي حرية الاختيار، حابة تحطي التوبنج زي البيتزا الكبيرة مفيش مشكلة، حابة تحطي الصوص وعليه زيتون وفلفل وجبنة برضو مفيش مشكلة، بتستخدمي اللحوم المصنعة في البيت برضو مفيش مشكلة، بس احذري منها لانها بجد
عافاكم الله بتجيب مشاكل، وربنا بجد يحميكم ويحفظ اولادكم من كل سوء يا رب. خلصت الميني بيتزا على طول على الفرن، ما بسيبهاش تخمر في الصيف، لو انتي في الشتاء بسيبها 10 دقايق كده ولا حاجه عقبال ما تخمر معايا. الجبنه اللي حوالين البيتزا دي لازم تشيليها عشان ما تتحرقش منك في الفرن. ويلا هندخلها على فرن عالي، الرف تحت، وهتقعد بالظبط 10 دقايق وتابعيها. وما شاء الله طلعت زي ما انت شايفه كده، جمال وحلاوه مفيش بعد كده. وطبعا البيتزا، بقيه البيتزا بقى هعملها في اي صواني عندي. وانا بقى الحاجه المميزه اللي بحبها في البيتزا البصل الني. حابه تكرمليه مفيش مشكله، بس جربيه ني كده تحفه، طعمه جميل جدا جدا جدا، ومش هتستغني عنه في البيتزا خالص. وكملت بقيه العجينه في صواني زي ما انت شايفه. وطبعا لو هتعملي ميني بيتزا بس هتطلع لك اكتر من 2 كيلو ونص ميني بيتزا، وبابسط الامكانيات وبابسط التوبنج هتعمليها، وان شاء الله هتطلع ممتازه. وتقدري طبعا تخزنيها في الفريزر للولاد، وتوزعي على الجيران كمان. ما شاء الله طعمها رهيب جدا، وريحتها ولونها كل حاجه فيها فظيعه. والبيتزا الكبيرة بقى تنافسي بيها أكبر المطاعم، ومش بعيد تفتحي مطعم تحت بيتك. وما تنسيش تعزميني، طعمها رهيب، جربيها بس بالطريقة دي وما تنسيش دعوة حلوة منك. عملنا كل الكمية اللي قدامك دي بكيلو دقيق واحد، وبجد بأبسط المكونات اللي في الدنيا عملناها، وما خدتش وقت خالص. وهتعمليها وانت حاطة رجل على رجل، مقاديرها بسيطة وممتازة، وهعرفك ازاي تخزنيها علشان الولاد للمدرسة. سواء كانت بيتزا او ميني بيتزا، فانا بعمل اللي قدامك ده بالظبط. بجيب طبق فوم او اي علبة او اي حاجة، وبحط فيها كمية على قد ما انا هستخدم، وبالصبح على طول. وبعملها طبعا بستريتش او لو علبة تبقى محكمة الغلق. والصبح بطلع بتفك عقبال ما نجهز الولاد ومعرفش ايه، دقيقتين في الاير فراير او 3 دقايق، ودقيقة او دقيقة الا ربع في الميكرويف، بتبقى زي الفل. وبألف هنا وشفا ليكي ولولادك يا رب. وما تنسيش لو عجبك الفيديو كومنت الجميل منك.